إياك أن تجعل في نفس أبيك شيئا، كن له كخادم. إياك ثم إياك أن تضجر من أبيك. ربما يطلب الوالد منك شيئا أنت لا تستطيع إدراك هذا الشيء، لكن ربما بنيتك أن تتمنى أن تدرك هذا الشيء يرزقك الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نفسك في نفسك أن تلبي جميع طلبات الوالد وأن تحسن إليه رغم عقوق الأب لك، ربما الله عز وجل يقول ترى أنا أعلم ما في نفسك، أعلم. فعلى هذه النية يفتح الله عليك فتوح العارفين، على هذه النية. فأنت تنوي الخير تبقى بخير. بر بأبيك ما استطعت، ولا تقدم أحد على الوالد أبدا. فالوالد شاب شعره، انحنى ظهره من أجل أن يقوى ظهرك أنت، من أجل أن يقوى عودك أنت. الوالد كان يكدح صباحا ومساء من الفجر حتى الليل من أجل أنت أن لا تحتاج أحد، من أجل أن تكمل التعليم وتتعلم، من أجل أن تلبس أفضل اللباس وتأخذ ما تحتاج وما تتمنى سواء في مدرستك أو في جامعتك، لا يبخل عليك بشيء. فالآن لما كبر سنه الله عز وجل قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يرجع الوالد كالطفل الصغير، ربما تصرفات، ربما أنت الآن شاب يافع ترى أن تصرفات الوالد كالطفل الصغير، يعلق على كل شيء، لا يعجبه شيء، ربما يرفع الصوت عليك، لا يبالي أمام الناس لا بمنصبك ولا بهيبتك ولا بشيء. هذا تصرفات الصغير. فالله عز وجل ذكرك كيف وأنت صغير، أنت وأنت صغير كنت تلح على الوالد في السوق أريد كذا، وربما تبكي ولا تبالي بإحراجك لأبيك. كذلك الوالد لما يكبر سنه يرجع كما أنت كنت. فالله عز وجل ذكرك بأسلوب لطيف، قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالأب يحتاج لما يكبر سنه إلى الرحمة في كل أمرك، في مصروفك، في حتى في الكلام. لا توجه الأوامر للوالد، إياك أن تعطي أوامر للوالد، بل تلطف بالعبارة. وإن أردت إيصال الرسالة فاجعل هذه الرسالة مبطنة لأبيك، لأنك أنت لما يكبر الوالد تزداد حساسيته في الكلام الجارح، يشعر أنه أصبح عالة عليك بعدما كنت أعطي وأنفق، بعدما كانت لي هيبتي في المنزل، بعدما كنت أصنع وأصنع. فلما يكبر ابني يوجه لي أوامر، فيصبح الآن الأب بعدما جلس في منزله لا يقوى على الحركة، وربما لولا عصاه لما قام. فلما يصبح الوالد بهذا السن يحتاج منك بعدما يشعر أنه أصبح عال عليك، يحتاج منك أن لا تشعره بشيء، كأنه ما زال في شبابه يافعا، كأنه ما زال في شبابه يافعا. أمنية أي أب في العالم أن يرى ابنه يحتل أفضل المناصب وأفضل السمعة ويحتل أفضل شيء في حياته، هذا الذي يريده الأب. لكن في المقابل يحتاج منه أن يعظم أباه أمام الناس، لا يستحي منه. بعض الناس يستحي من أبيه، لا يجالسه ولا يخالطه ولا يذهب به مع أينما يحل ويرتحل، لا يستحي من أبيه. الدنيا دوارة، فعلامة رضا الرب سبحانه وتعالى أن يرضى عنك الوالد. لهذا نصيحة لكل إنسان، ما دام الوالد حي فقبل رأسه واسعى لإرضائه واجعله دائما بجوارك، واشعره أنه ما زال شريكا معك في رأيه، في نصحه، في حكمته، ولا تقم بإقصائه. الوالد يحتاج منك بسمة والكلمة الطيبة وسعة الصدر والتحمل. التحمل، كم من أب حينما يكبر سنه ويفقد إدراكه يلقى في هامش المنزل على قارعة الطريق، ربما يلقى حتى لا يصبح له وزن ولا يكترث به ابن ولا بنت، كأنه ما صنع فيهم خيرا قط، كأنه ما صنع لهم خيرا قط. فقمة العقوق أني في أمس الحاجة إليك وأنت تستغني عني. ما هو البر؟ البر ليس وهو في قوته أن تخشاه وتقول له سمعا وطاعة. البر إذا ضعف الوالد، إذا أصبح الوالد يحتاج منك المال، يحتاج منك الرعاية، يحتاج منك أن تزيل الأذى عنه، هنا يكمن البر. هذا هو البر. البر في القوة، الكل يأتي بالبر بالقوة إذا كان الوالد قويا، لكن إذا ضعف الوالد الكل يقوم بضرب كفيه، لا يريد سمعا ولا طاعة، ويلقي أباه من هنا وهناك. وكل ابن يعتذر عن استقبال أبيه.
أي زمن هذا. لهذا كم من أب الآن يسمع أن يتوفاه الله وفي قوته حتى لا يذل من أبنائه، حتى لا يذل من أبنائه. فحري بنا أن نقدم الأب والأم حتى على أنفسنا. والحياة مهما صنعت من خير لأبيك، رب العباد بفضله وقوته سيجعل الخير بيننا. والله صارت تهون كل دمعات العيون، ما توقعتك تكون قاسي وطبعك تخون. والله صارت تهون كل دمعات العيون، ما توقعتك تكون قاسي وطبعك تخون. كيف تتركني وحيد، كيف في هجرك تزيد، صار قلبك من حديد، خنت والدك الحنون، خنت والدك الحنون. كم تعبت لضحكتك، كيف نرسم بسمتك، فرحتي في فرحتك، والجزاء منك الطعون، والجزاء منك الطعون. ليه أنكرت الجليل لأجل زوجك أو خليل، أو لأولادك تميل؟ خبت آمال وظنون، خبت آمال